وبيجي تاني يوم وتيلا وجيري كانوا قاعدين، فبتقول تيلا انا عايز اسألك على حاجة، انت ليه وصيتني بالماركيز والامبراطور ما كانش عارف بوجوده؟ فرد وقال لها مفيش سبب معين اني دعيت احد اعظم القوة في العالم الاجتماعي. فقالت تيلا حتى لو كانت علاقته سيئة مع الامبراطور، فقال لها العلاقات الشخصية ملهاش دعوة بالعلاقات السياسية، وبعدين انا على طول بجانب الامبراطور وانا اللي بساعده حتى لو اختلفنا في يوم واحد، بس انا طبعا مش هأذيه. فردت تيلا وقالت له لكن في العادة تلك الصلاحيات ينتهي الامر الى احداث المشاكل. فقال لها في فرق بين الخير والشر، لو كان الشر مفيد فهو جيد بالنسبة لي. على سبيل المثال انا عارف ليه هي جات التجربة القلبية وانا موافقتش ان الاختبارات تتعمل على البشر، لان دي جريمة ما بتحصلش من الناحية الاخلاقية، عشان كده لازم تكون التجربة بطريقة مختلفة. لكن العالم في طور الدمار، اذا دمر العالم سيموت الجميع في النهاية. وبيقول هو ايه اللي هيحصل لو التجربة نجحت فعليا وخلقت شجرة العالم؟ المفروض انه ليفانيل يدرج انه احد الناجين من التجربة. فبتقول تيلا يعني هو ده السبب في انك اوصيت الماركيز لرانيف انت عايز تستخدم الشر من اجل الخير؟ فقال لها ايوه هو ده السبب. فردت تيلا وقالت له هو لو في حاجة حصلت بعد كده هيكون الماركيز لرانيف هو القوة لحماية الامبراطور، لكن الامبراطور بيكرهه. فرد عليها وبيقول لها انا اسف عشان استخدمتك عشان خاطر الامبراطور. فردت وقالت له انا اللي اسفة، لكن انا من تستخدم جلالته. والبداية لما وافقت على الزواج ده، وبيجي اليوم التاريخي اللي هو يوم الزفاف. فبتقول تيلا في نفسها انت ما كنتش عايزة تكوني امبراطورة من الاول، وفجأة تغير شكل الامبراطور وبدأت قوتها عليه. ولما صحيت تيلا من النوم لقيت الامبراطور نايم جنبيها. فبتقول في نفسها هو ايه اللي حصل؟ هو ليه ليفانيل نايم هنا؟ وافتكرت انه كان جوازها منه كان امبارح. وبتقول في نفسها ان الجو كان جميل بالامس، لكن هي مش فاكرة ايه اللي حصل، زي ما يكون حد خلانا نام لغرض ما. يا ترى مين ده؟ وفجأة ظهر الفار بتاعها اللي كانت جايباه معاها من المملكة، وبتقوله انت في غرفتي بتعمل ايه يا ميو؟ وبدأ يرد عليها ويتكلم. واتفاجئت تيلا من ان الفار بيتكلم وقال لها انت كسرتي وعدي لكني خليتك تنامي وما تشعريش بأي حاجة. فبتقول تيلا ازاي انت بتتكلم؟ انت مين؟ انت مجرد فار. يا ترى الفار ميو هو الحاكم سيمولا؟ وبيقول لها ميو انت حسيتي بقوتي؟ فبتقول له انا عندي سؤال، ليه انت شكلك كده؟ فقال لها الحاكم كبير لدرجة انه يجب عليه اخفاء نفسه. انا قادر اتحكم في شكلي بشكل جيد، احتاج الى مقاول يمكنه التعامل مع هذه السلطة. فبتقول تيلا احنا اتكلمنا بصوت عالي جدا، لكن الامبراطور ليفانيل لسه مصحيش، هو كان تعبان ولا ايه؟ فقال لها هو يقدر يصحى لانه نايم، مفيش داعي للقلق. فقالت له اكيد انا مش مصدقه ان الفار ميو بيتكلم، عشان كده عايزه دليل انك الحاكم سيمولا. فقال لها دليل؟ مفيش دليل اكتر من اني فارو بتكلم. فبتقول له طب انت دلوقتي هنا ليه في غرفتي؟ فقال لها مش عارف انام هناك عشان ظهري بيوجعني. وبيقول لها نسيت اقولك هناك شخص قادم ساقوم بايقاظ الطفل. وسابها ومشي. وهي بتقول استنى انا لسه عندي سؤال تاني. وهي بتنادي عليه وهو خارج، الخادمات اتفاجئوا منه جدا. وفجأة صحي الامبراطور وهي بتقوله انت كويس؟ وبعدها كانت تيلا وجيري كانوا قاعدين في غرفة المكتب، وبيقول لها هما دول المرشحين لوظيفة الشرب اللي هتبقى مسؤولة عن الامبراطور. خلاص بعد ما تختاري عرفيني وانا ههتم بالباقي. فقالت له انت لو عايز هتضحك الاول بس ما تفضلش كده. فبيقول لها انا ليا اخت قدمت بطلب كخادمة حصرية اسمها ليانا. فبيقول لها جيري كونها كخادمة الامبراطور هو شرف لأي شخص. فردت عليه تيلا وقالت له ليه في صعوبة في خدمتي؟ وبتقول له انت بتحب تكون هنا مع اختك؟ فقال لها لا لان هنا في خطر في القصر. فردت عليه وقالت له باين عليك رجل عديم القلب، لكنك شيء لطيف لاختك الصغيرة. فقالت له تيلا خلاص انا مش هقبلها هنا لا تقلق.
فقال لها شكرا ليكي، انا ممتن جدا، في المرة الجاية انا هختار وصفات الشرف لجلالتك. وتيلا بتقول في نفسها وهي لسه بتفتكر في ليلة امبارح مع الامبراطور واللي قاله الفارميو. وفي مملكة لومبيون كانت ابو تيلا بيتكلم مع اخواتها وبيقول وهو غاضب هي مين تيلا دي عشان تطردنا من هنا. فرد اخاه وقال سمعت ان بعض المماليك تتحرك دلوقتي وهنروح امبراطورية لينوهارت العظيمة وهنقطع عنق تيلا. وفجأة ظهر كرجان اخو تيلا اللي هي بتحبه وبيقول انتوا بتقولوا ايه وهتقتلوا مين؟ انا حذرتك قبل ما امشي محدش يلمس اختي الصغيرة ولا يأذيها. تيلا هي عائلتي الصغيرة، هي فين تيلا؟ وبعدها كان الامبراطور قاعد مع جيرمي في المكتب وكان سرحان، وجيرمي بيقوله هو في حاجة حصلت سموك؟ هل حدث شيئا مع جلالتها او انك رأيت شخص مشبوه في حفل الزفاف؟ فالامبراطور بيقول في نفسه انا مش فاكر ايه اللي حصل في الليلة الماضية، لكن انا ما كنتش نايم، لكن مش فاكر اي حاجة. وكانت تيلا في غرفتها، فراح الامبراطور لعندها وبتقوله هو لسه ما جاش الليل، انت ليه هنا؟ فقال لها صح، بس هو يعني المفروض ما جيش هنا، بس احنا متجوزين دلوقتي عشان كده ممكن تناديني باسمي وانت مش قلقانه، انت عارفه اسمي. فقالت له ازاي امبراطوره تنادي للامبراطور بشكل متهور؟ فقال لها ليه وبدأ يلمس شعرها وقال لها هو انا عملت حاجه امبارح ضايقتك؟ فقالت له لا، لم يحدث اي شيء خاطئ منك. وفجأة اتغير شكل الامبراطور وهي بدأت تستخدم قوتها لكنها تعبت ساعتها وبيقول لها انت كويسة؟ فقالت له انا كويسة بس عشان القوة بتاعتي استخدمتها للحظة. فالامبراطور بيقول في نفسه هو انا اخذت القوة بتاعتها من غير ما انتبه؟ هو ليه شعري رجع للونه الاصلي؟ وقال لتيلا انا هكلم الطبيب، ممكن تكوني متعبة شوية. فقالت له مفيش داعي. فقال لها تبدينة متعبة جدا. فسرحت تيلا وبتقول في نفسها مفيش حد اهتم بيا قبل كده غير امي واخويا، هو لطيف جدا معايا. وخرج الامبراطور من الغرفة وقابل جيرمي فقال له سموك. فنظر الامبراطور عليه بغضب وقال له انت ليه واقف هنا؟ فقال له جيرمي انت ليه بتبصلي وكأنك هتقتلني؟ فرد الامبراطور وقال له انت موهوب للغاية بس ما عندكش اي ذوق. فرد جيرمي وقال له مفيش مشكلة، انا لو ما كنتش مؤهل عقليا انت اكيد مش هتوظفني بالمرتب ده. فقال له انت بتعمل ايه هنا قدام باب غرفة الامبراطورة؟ كنت شايفك انك بتضحك ومبتسم. فرد الامبراطور وقال له وهو متوتر ما الذي تعتقده بحق الجحيم؟ فرد جيرمي وقال له انت بتنكر ليه؟ فرد الامبراطور وقال له انت سريع في التعرف على الاشياء اللي انت مش محتاج ليها. فرد جيرمي وقال جلالتها لن تهرب، ما تفكرش وخد وقتك. فرد الامبراطور وقال هل تعتقد ان هذا يستحق؟ وبعد ايام جت فابيسليا ابنة الفيوكونت ليا وهي تم اختيارها من قبل جيرمي رئيس الحرس. وبتقول تيلا سموك حان وقت الرحيل الى المعبد وسموه مستني برا. تيلا كانت بتفكر في الفارميو وقالت في نفسها هو قال انه هيجي قريب، هو كده بيكذب عليا؟ تيلا والامبراطور وهما ماشيين بالعربية في طريقهم الى المعبد لاحظ الامبراطور توتر تيلا وقال لها هو انت متوترة؟ قالت له ايوه طبعا عشان ظهوري الرسمي الاول في المعبد. فرد الامبراطور وقال لها ده يوم المراسم، ما تخافيش، الياهو هيكون مشغول مش هياخد باله منك، عشان كده ما تخافيش انا هكون معاكي. تيلا والامبراطور وصلوا المعبد واستقبلهم الياهو رئيس الكهنة. تيلا اول ما شافته اتوترت بزيادة وفجأة شافت الفارميو فوق راس الياهو وطبعا اتفاجئت تيلا وبتقول في نفسها ازاي هو كان فوق راسه وطلع كده ازاي؟ الياهو بيقول لهم احنا جهزنا ليكم غرفة الاستراحة، ممكن ترتاحوا قبل ما تبدأ المراسم. وردت تيلا وقالت له شكرا ليك وهي متوترة. تيلا لسه بتفكر في الفارميو وبتقول هو راح فين؟ الياهو بيقول انا اسف عشان فاجئتك المرة اللي فاتت، والسبب في كده لاني شعرت بقوة الحاكم سيومولا تنبعث منك،
فردت تيلا وقالت له مفيش مشكلة، وبتقول هو ده المعبد، انا حسيت بالقوة الالهية من ساعة ما دخلت هنا. فرد الياهو عليها وقال لها انت لو عايزة مساعدتي اكيد هكون مبسوط لو طلبت مني. تيلا سرحت وبتقول في نفسها الامبراطور ولا اي حد اتكلم وحش عن الياهو، وهو كمان ساعدني لما كنت في مشكلة مع الماركيز لرانيف، كنت خايفة بس عشان ما يعرفش عن سري، لكنه شكله شخص كويس. سألت تيلا الياهو وبتقوله انا عايز اعرف عن الحاكم اللي بتخدمه سيمولا، عايز اعرف عنه اكتر. الامبراطور استغرب من تيلا وقال لها ما ينفعش تسألي الياهو عن الحاكم سيمولا. فتيلا بتقول في نفسها اكيد محدش هيعرف معلومات عن سيمولا اكتر من خادمه الياهو. وبكده بينتهي الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.